السلام عليكم. اليوم راح اقدم لكم طريقة عمل حلاوة الجزر. طبعا حلاوة الجزر هواية يعني ناس تسأل عليها شلون تسوي، وهي صعبة بالحقيقة، هي صعبة، بس لما الواحد يضبط المقادير ويضبط الطريقة ان شاء الله تنجح عنده. هاي الطريقة دائما تنجح عندي، لا تشكر ولا تخرب ابدا نهائيا. فان شاء الله اذا تتبعون الخطوات بالتدريج وطريقة العمل والمقادير ان شاء الله تنجح عندكم. مقادير حلاوة الجزر هي عبارة عن كيلوين جزر، أنا غاسلته ومنظفته ومقطعته بهذا الشكل، زائد 4 خواشيق من الطحين، 3 خواشيق من النشا، خاشوقة ونص من الهيل الماء مطحون، بعدين أنا أطحنه لأنه ريحته تصير أكثر إذا ما مطحون بعدين تطحنيه كيفك، يعني تقدرين تشترين ماء مطحون كيفك. كم حباية من المستكة، طبعا هذا في المكون كلش أساسي. كم حباية من المستكة يضيف نكهة ويضيف هاي شلون يصير علاجية بإضافة هذا المكون. نجي الدور، أنا سويت شيرة، والشيرة عبارة عن كيلو شكر زائد قلاص ونص ماي، وخليت له نص خاشوقة شاي نمدوزي. فورته إلى أن صارت بهذا الشكل. أنا أريدها تصير شيرة شوية ثخينة بهذا الشكل، مو شيرة خفيفة، لأن حتى ما تبقى هواية تفور ويا الجزر بهذا الشكل. يعني هذا راح يكون شكلها. قلاص مي للسلق سلق الجزر، ونص قلاص زيت للحمز، وبعدين للتقديم عندنا البجوز. كل من يقول ليش ضيفي لها لوز، لو تضيفي لها مدري هاي البغراش، ابدا ما تنجح. هي طريقتها الاصليه بالبجوز، يعني هاي الاضافات الثانيه كلها يعني ما لها علاقه. فهذا بكيف اللي يريد، يعني الكميه بكيف اللي يريد. انا حضرت يعني تقريبا 250 غرام، وبعد هذا اختياري، تريدين تخلين اكثر تريدين اقل، بس المهم هي يعني هاي اصولها. خليت قدر على النار، اضيف كميه الجزر كلها، واخلي القلاص المي. لا تخلين اكثر، لان هو حتى الجزر هو فيه مي راح يطلع من عنده مي، فماكو داعي، يعني هو قلاص مي كلش كافي. واخليه على درجه عاليه الى ان يفور، وبعدين انصصه. هاي المرحله بعد ما نشف كل المي من عندها، ابدي ادقها. اذا عندك يعني مثل هاي الدقاقه مالت القيمه او بالشوكه باي شيء يعني عندك، المهم هو يندرخ، يعني يكون مستوي ويندرخ درخ كامل، ما يبقى بيه اجزاء كبيره. هاي المرحله ورا ما دقيته وكملته، اضيف مقدار الزيت حتى احمسه بيه الى ان يشقر. اظل اقلب بيه الى ان يشقر، اظل احمس بيها الى اللون هي توقف يعني عن اللون العادي مال الجزر، وكل مقدار المي يكون يروح، ما يبقى بيها ولا قطره مي. اظل احمس بيها الى ان يخلص كل المي، حتى بعدين اضيف لها الشيرة. ورا تقريبا نص ساعة من التقليب المستمر صارت بهذا الشكل. اضيف مقدار الطحين ساب هاي المرحلة، واحمسه وياه، ياخذ له كم تقليبه وياه. بس انا اراويكم شلون يصير شكله حتى اضيف الشيرة. على مود يروح الطعم مال الطحين، يعني يحمس وياخذ حمسة 3. ورا ما حمست الطحين حمس زين ويا الجزر، خليت الشيرة وخليها على نار شوية ناصعة الى ان كل الشيرة تتلابس ويا الجزر. ورا ما تضيفين الشيرة بعد ابدا ما يصير تنعاف، يعني نهائيا ما تعوفيها، يا اما تنصصيها وتظلين تقلبيها شوي كل شويه، يا اما على العالي بس تظلين دائما تخلطين بيها، لانه كلش سريع تهتم. حرامات هذا التعب يروح ببلاش. فانا الصراحه انصصها واظل كل شويه اقلبها. ورا ربع ساعه تقريبا تلابست ويا الشيره تماما. شوف هذا صار شكلها علاتشي، بس انا اريدها بعد علاتشي. راح اضيف لها هسه مقدار النشا. انا حليته طبعا بالمي، النشا لازم ينحل بالمي الى ان يتلابس وياه، واخلي المستكه هسه نفس الوقت، واظل هم اقلب. لازم تكونين حذره من تضيفين الهيل، لان كميه الهيل الزايده هم تخليها تصير مره، لان الهيل مر صح، يعني ريحته طيبه بس مر، فلا تضيفين كميه كلش كبيره. بس انا ما ضفت كل الكميه، اظل اقلب بيها الى ان تتلابس تماما. اشوفها صارت علاجيه وصارت عبالك كتله واحده، مو هيك يعني مايعه.
هسه وصلت لمرحلتها النهائية. أنا بالبداية قلت لكم لما تتكتل تصير كتلة واحدة وين ما أوديها تروح، ذيك الساعة هي صارت جاهزة. طبعا بعد ما تروح على صفحة يعني يروحن هيجي يتقطعن كلهن، يروحن كلهن جهة واحدة، كلها تروح جهة واحدة. كتلت وصارت بهذا الشكل. هسه هاي المرحلة الأخيرة خلصت، أطفيها وانتظرها إلى أن تبرد وأصبها وأزينها. هذا شكل حلاوتنا النهائي، صار جاهز. ورا ما بردت صبيتها وخليت لها الجوز للتزيين. طبعا صارت بيرفكت. ان شاء الله اذا تسووها على المقادير وحسب الطريقة بالضبط راح تطلع نفس هاي.